بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فوائد وأضرار البرسيم الأخضر في مجال التسمين. وهل البرسيم الأخضر يصلح أثناء فترة التسمين؟ وهل له آثار جانبية تعود بالسلب على قطيع المزرعة؟ وكانت الإجابة هنا وبكل وضوح. لو حضرتك متجه لمجال التسمين 100%، يبقى حضرتك بتدور على بناء الكتلة العضلية الموجودة في جسم الحيوان من نسبة وتناسب. يعني عجل أو خروف التسمين لا يصلح تغذيته على برسيم أخضر مع علف مركز أثناء فترة تسمينه، لأن البرسيم طبعا مهما كان عبارة عن مية، والمية بتحل الجسم. يعني باختصار انت راجل محترم عايز تسمن عجلك او خروفك في فترة معينة بعائد تحويل لحم معين عشان تكون دورتك اقتصادية معاك، يبقى من باب وتلت بلاش اي نوع من الخضرة نهائي اثناء دورة التسمين، لعدم تهدير الكتلة العضلية اللي حضرتك بتبنيها بالعلف المركز والمادة الملقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحى فرش خالص، اصحى فرش.